على النبي صليت الله وعلى النبي صليت الله وعلى النبي صليت الله نبينا محمد الله بالمعية يعني عمري بالنسبه للبرنامج اللي صار السنه اللي وانطلق نهار 21 جويلية حتى يكشف 13 اوت، حاولنا قدر الامكان كيف ما تفضلت وقلت اللي هي دوره 40، حاولنا قدر الامكان تكون دوره متميزه ثريه متنوعه وترصد هالتراكم اللي صار طيله 39 دوره. عملنا ايضا على الشباب من خلال الحضور الموسيقي، وعملنا على موسيقات جديدة، موسيقات حازت على جوائز مثل ديسلكسي لمحمود تركي، بدر الدريدي عروق، قطايتي روضة بن عبد الله. يعني هالموسيقات الشبابية الواعدة واللي عندها أفق، سواء كان على مستوى الكتابة الموسيقية الجديدة أو أيضا على مستوى يعني المضامين متاعها وشكلها. منتوج ما شاء الله يعني تراث الصوفي فيه برشا حاجات نجم تسمعها. مرة ركزوا على طريقة معينة، مرة نبدلوا حسب الجهات وحسب الظروف. اليوم احنا ركزنا على الطيبية والعيسوية والقادرية والعلوية والعوامرية. مش فاهمة علاش. بالرغم حلوة وتراثنا التونسي غريبة والله، يدلك اللي التوانسة مش فاهمين شيء. صارية تحفونا ياسر وثم الجو وشيخين هكتوك عباد كل شيخة الهيئة نتاع المهرجان شيخة، إن شاء الله ديما فرحانين.
توا هذه الاغاني التراثيه ديما عندها جمهورها وهي يعني تنبع من الثقافه نتاعنا بالطبع باش نكونوا معاها ونشجعوها يعني. كل مره دوك جسمي عجبتني برشا وقهو. هاك تشوف قاعدين وعاملين جو والناس كيفاش شيخه وفرحانه، وهناك تشوف الهيئه ولجنه التنظيم كيفاش قاعدين على خاطر الجمهور نتاع الزهره محلاه كيفاش تشوف شيخين من غير مشاكل، ما فما حد شيء، عائلات عامله جو عامله كيف بكبيرها بصغيرها. فما جو مزيان برشا، فوالا فما جو فاميليال برشا، فوالا كاو. انا نعتبر زائر، انا من الجزائر، والله اعلم المهرجان راهي يمتد على مراحل، معنا على سنين راني نشوف فيه باللي راني مولف